السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا أغلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيه بقى أحلى أكلة بنحبها كلنا، ما بيختلفش عليها اتنين: السردين والفسيخ وكمان الرنجة. طبعا السردين ده احنا مملحينه في البيت، ان شاء الله ابقى ملحه معاكم في فيديو. شايفين جماله؟ شايفين قلبه؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. طبعا هننضفه مع بعض بكل سهولة. هنا الطاسة هنا عندي على النار. طبعا انا مش بستعملها دي في الاكل يا حبايبي، انا مخليها للرنجة بس. هشويها على النار واخليها بعد كده، واضيف لها بصل وطماطم وطحينة وزيت وليمون. والسردين كمان هنضفه معاكم بكل سهولة. هقطع الراس بتاعته اهو، هنطلع بقى قلبه وهفتحه وهحط له زيت وليمون بكل سهولة اهو. اهو شايفين؟ هاجي بقى للفسيخ، انا هقطعها، هنضفها الاول واقطعها واحط لها زيت وليمون. وفي واحدة برضو هخليها، وفي واحدة هخليها برضو وهحط لها برضو طحينة وزيت وليمون. أكلة سهلة وبسيطة وكلنا بنحبها، وتغيير شوية عن الأكل بقى، طبيخ وصواني ومحاشي والحاجات دي. أكلة جميلة وحرشة وكلنا بنحبها. اهو هنضفها اهو بكل سهولة. حطي كيس كده اهو بكل سهولة يا حبيبتي. اهو عملتيها. طبعا احنا هنقطع الراس اهو بالشكل ده. فتحتها يا حبايبي اهو معاكم اهو بكل سهولة. هشيل السلسلة بتاعت السمكة اهي، ده سمك بوري مملح. طبعا الاسكندرانية كلها بيجيبوه بيملحوه، دي حاجة سهلة وبسيطة بالنسبة لنا اهو. اهو بكل سهولة بخليها اهو بكل سهولة بالمعلقة. هحطها في طبق وهحط لها طحينة وزيت وليمون اهو. هنا الرنجة يا حبايبي، قطعت لها البصل والطماطم. شايفين البطروخ بتاعها؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. قلينا برضو شوية بطاطس وشوية بدنجان جنبيهم. وهنا اهو الفسيخ المخلي، وهنا السردين عصرنا له الليمون والزيت. أكلة حلوة وجميلة وبسيطة ويا رب تعجبكم. وده كان غدانا النهاردة. وكل سنة وانتم طيبين. اوعوا تنسوا البصل والخس. تنسينيش بقى في اللايك والشير. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، ويعود عليك بخير. والسلام عليكم ورحمة الله.